أهلا بكم في استكشاف جديد. اليوم رح نغوص في مجموعة قضايا جنائية، يعني قضايا بقيت ألغاز حقيقية لعقود طويلة. قضايا وقفت قدامها التحقيقات والمحققين حيرين، وتركت وراها أسئلة كتيرة، وعائلات للأسف ما زالت تبحث عن إجابات. مصادرنا اليوم هي ملفات وتحقيقات مفصلة وثقت هذه القضايا المعقدة. رح نتكلم عن 4 قضايا رئيسية كلها محيرة. نبدأ بألاسكا 1982، مجزرة قارب الصيد إنفستر، عيلة وطاقم كامل. وبعديها نروح للكاريبي 1998، اختفاء الشابة إيمي لين برادلي من سفينة سياحية، وظهور مشاهدات غريبة بعدها. وقضية فلوريدا 2006، جينيفر كيسي اللي اختفت وسائق سيارتها المجهول اللي صورته الكاميرات بس وجهه ما بان. ونختم بشيكاغو 1982، جرائم قتل التاينول اللي سبب الذعر وغيرت معايير السلامة تماماً. هدفنا اليوم هو استعراض الحقائق، اللحظات المهمة في كل تحقيق، ونحاول نفهم ليش هذه القضايا بقيت غامضة لهذه الدرجة. يلا نبدأ الرحلة. فعلاً هذه القضايا بتمثل تحديات استثنائية جداً، كل واحدة منها فيها ظروف غريبة ومعقدة هي اللي خلت الحقيقة صعبة المنال. الغموض، قلة الأدلة أحياناً، الأسئلة اللي ما لها جواب. بالضبط، كلها عوامل تخليها تستمر تثير الفضول والتساؤلات. طيب، نبدأ رحلتنا في ألاسكا، قرية الصيد الصغيرة كريج، صيف 1982. قارب الصيد إنفستور كان جديد ومتطور جداً، وقبطانه شاب ناجح اسمه مارك كولتيرست. صحيح، القارب هذا كان شيء كبير وقتها، استثمار ضخم، أكثر من $1,000,000، كان لافت للنظر في مجتمع صغير زي كريج. الأحداث بدأت بشكل غريب. ليلة أحد 5 سبتمبر كان في احتفالات بالميناء. فجر الاثنين 6 سبتمبر بعض الصيادين لاحظوا قارب إنفستور يتحرك، والمفروض القبطان مارك هو اللي يقوده. بالضبط، لكن اللي كان يقوده رجل مجهول، شاب بالعشرات. والأغرب من كذا إنه ترك حبال الربط الثمينة حقة القارب مرمية على رصيف قارب تاني. هذه تفاصيلة مهمة جداً، أي صياد محترف ما يسوي كذا، يدل على استعجال أو جهل أو إن اللي يقود القارب مش مهتم فيه أصلاً. بعد كذا شافوا إنفستر يرسو قريب من جزيرة صغيرة معزولة اسمها فيش آيك، ونزل ضباب كثيف غطى المنطقة ليوم كامل تقريباً. الضباب هذا لعب دور كبير للأسف، أعطى الجاني وقت وغطاء عشان يكمل جريمته أو يخفي أثارها. ولما انكشف الضباب ظهر الثلاثاء 7 سبتمبر، كانت الكارثة واضحة، دخان أسود كثيف يتصاعد، قارب إنفستر يحترق بالكامل. حريق هائل تماماً. وبينما الصيادين رايحين يشوفوا إيش صاير، لاحظوا قارب صغير الدينجي تابع لإنفستر يبتعد بسرعة من مكان الحريق، وعلى متنه شخص واحد. وصفوا الشهود إنه أسمر، شعره طويل، لابس قبعة بيسبول. حاولوا يسألوه إذا في ناس بالقارب المحترق. وش قال؟ رد بتردد: إيه، نعم، يوجد أناس على متن القارب. وبعديها هرب بأقصى سرعة. شهود ثانيين شافوه يوصل الشاطئ متوتر وشاحب، ولما سألوه إذا جاي من القارب المحترق نفى. سلوكه مريب جدا، التردد، التوتر، الهروب، الإنكار، كلها مؤشرات قوية إنه متورط. ولما وصلت الشرطة وطفت الحريق بصعوبة، اكتشفوا حجم المأساة. 8 أشخاص كانوا على القارب. 8. القبطان مارك، زوجته إيرين وكانت حامل، طفليهم كيمبرلي عمرها 5 سنوات وجون 4 سنوات، و4 من الطاقم شباب. مين هم الطاقم؟ كريس هايمن، مايك ستوارت، دين مون وجيروم كوان، كلهم شباب تحت 20. آخر مرة شافوهم أحياء كانت مساء الأحد 5 سبتمبر. احتمال كتير انقتلوا قبل الحريق بوقت طويل. هذا هو الأرجح. البحث في الحطام المتفهم كان مروع، تعرفوا على بعض الجثث بصعوبة زي مايك ستوارت، الطفلة كيمبرلي يمكن تعرضت لضربة على الرأس. ومارك وزوجته لقوهم مع بعض مصابين بعدة طلقات نارية في الرأس، كأن مارك كان يحاول يحميها، وبعد الحريق اشتعل مرة تانية وعطل البحث. طريقة القتل هذه، طلقات في الرأس، توحي إن الهدف الرئيسي كان مارك ويمكن زوجته. القتل كان موجه وشخصي. لاحقاً لقوا أدلة زيادة، آثار بنزين أبيض نقي
وهذا أكد أن الحريق متعمد، خصوصاً أن مارك كان مانع هذا النوع من الوقود على قاربه. دليل قوي على التخطيط المسبق. ولقوا بندقية نصف آلية محترقة، بس ما كانت هي سلاح الجريمة. سلاح الجريمة الأصلي مسدس عيار 22 ما لقوه أبداً. اختفاء سلاح الجريمة عقبة كبيرة طبعاً. ولقوا أجزاء عظمية زيادة، فك سفلي لجيروم كوان، وعظام يعتقدون إنها لدين مون وكريس هيمن. أما الطفل جون 4 سنوات ما لقوا له أي أثر. يا الله، يمكن الحريق التهمه بالكامل كونه صغير. هذا الافتراض الأقرب، خصوصاً لو كان نايم في كابينة القيادة، المكان اللي يعتقدوا الحريق بدأ فيه. طيب، السيناريو اللي وصلوا له المحققين إيش كان؟ إنه الضحايا انقتلوا ليلة الأحد بالرصاص. القاتل تسلل للقارب، حركوا فجره 2 لمكان معزول، حاول يغرقوا بفتح صمامات غرفة المحرك بس فشل. ليش فشل؟ مارك كان حاط مواد طفو إضافية في القارب كإجراء أمان، فلما فشل الإغراق لجأ القاتل للحريق كحل أخير ظهر الثلاثاء. سيناريو منطقي ويتماشى مع الأدلة. معرفة الجاني بالقارب ومحاولة إغراقه توحي إنه شخص عنده خبرة بحرية. النظريات الأولية زي السرقة أو خلافات عابرة بين الصيادين استبعدوها. حتى شائعات تهريب المخدرات ما كانت منطقية بالنسبة لشخصية مارك. فالتركيز صار على دافع شخصي ضد مارك كولتهارست نفسه. بالضبط. التحقيق شامل أفراد الطاقم المفقودين كريس هيمن ودين مون، لكن استبعدوهم كمشتبهين، خصوصاً دين مون اللي علاقته بمارك كانت قوية جداً زي الأب والابن. وبعدها ظهر المشتبه به الرئيسي جون بيل، كان له تاريخ مع مارك، اشتغل معه قبل كده وانطرد بسبب مشاكل كحول ومخدرات، وكان يواعد أخت مارك، ووصل كريغ قبل الجريمة بيومين. دوافع المحتملة الموجودة. وسلوكه بعد الحادثة كان متوتر جدا حسب كلام ضابط دورية شافه في بار، وأوصافه تطابقت مع وصف الرجل الهارب في القارب الصغير. ومكان تواجده وقت الجريمة. هنا المشكلة، أعذاره كانت متناقضة. مرة قال كان يبيع حشيش ل2 من الضحايا، ومرة قال كان نايم على قارب ثاني، ومرة قال كان مع صديقة قديمة نفت الموضوع. ما في أي شاهد يؤكد روايته خلال الفترة الحاسمة. من صور كشخص شافوه يقود القارب الصغير صباح الاثنين أو يهرب من الحريق ظهر الثلاثاء. وأهم شهادة كانت من بحار اسمه هاري. إيش قال هاري؟ قال إنه سمع طلقات نارية ليلة الأحد، وشاف بيل بعدها ماشي على سطح قارب مجاور وهو يحمل بندقية ولابس قبعة مميزة عرفوا إن بيل يلبسها. شهادة قوية جدا تربط بمسرح الجريمة ووقت القتل المحتمل. كل هذا أدى لمحاكمتين لجون بيل. الأولى في 1986 اعتمدت كلياً تقريباً على شهادات الشهود، وهذه نقطة ضعف. بالضبط. الدفاع شكك في دقة ذاكرة الشهود بعد مرور سنوات، وأثار الشكوك حول دوافع بعض الشهود، ولقى تناقضات بسيطة في التفاصيل زي نوع البنزين. المحلفين انقسموا وصارت المحاكمة باطلة. الاعتماد على الأدلة الظرفية والشهود صعب، الشك المعقول يكفي. 80 جابوا شاهد جديد قال إن بيل اعترف له، بس الدفاع كشف إن الشاهد هذا مسوي صفقة مع الادعاء عشان تسقط عنه تهم ثانية، وهذا يضعف مصداقيته بشكل كبير. تماماً. ورجعوا شككوا في مصداقية الشاهد الرئيسي هاري. وفي النهاية هيئة المحلفين حكمت ببراءة جون بيل من كل التهم. غياب أي دليل مادي قاطع يربط بيل بالقتل مباشرة، سلاح الجريمة، بصمات، دم، هو اللي حسم الموضوع غالباً. بيل بعدها رفع قضية على الولاية وكسب تسوية مالية كبيرة، ورغم البراءة القانونية الشكوك بقيت تحوم حوله، وقضية إنفستور بقيت رسمياً بدون حل. قضية محبطة جداً. الأدلة الظرفية قوية بس مش كافية للإدانة الجنائية، وتترك العائلات في ألم مستمر بدون إجابات. طيب، من برودة ألاسكا نروح الآن للدفء الكاريبي وقضية اختفاء غامضة ثانية بس في مكان مختلف تماماً. سفينة سياحية ضخمة، قصة إيميلين برادلي. إيمي كانت شابة عمرها 23 سنة، حيوية ونشيطة. اختفت من سفينة رابسودي اوف ذا سيز في مارس 1998 خلال رحلة مع عائلتها. الاختفاء من سفينة سياحية بحد ذاته شيء يثير القلق والخوف. مدينة عائمة فيها آلاف الناس،
والتحقيق فيها معقد جدا بسبب الحركة بين المياه الدولية والموانئ المختلفة. الرحلة كانت هدية للعائلة، لكن من البداية أهل إيمي، رون وإيفا لاحظوا شيئاً غريب. إيش هو؟ اهتمام مبالغ فيه وغير مريح من بعض أفراد الطاقم، خصوصاً النادل، تجاه إيمي، حتى إنه فيه نادل قال للأهل إنه هو وزملائه يبغون يأخذوا إيمي لبار معين في كوراساو. هذا مخالف تماما لقواعد الشركة، سلوك مريب جدا ويثير الشكوك حول نواياهم. وإيمي نفسها قالت لأهلها إنها مش مرتاحة من هذا الاهتمام. يعني ما كان مجرد انطباع من الأهل. أبداً. ليلة الاثنين 23 مارس قبل يوم الاختفاء، إيمي رقصت مع عضو في فرقة السفينة اسمه أليستر دوغلاس، لقبه يالو. الأم لاحظت زي التفاعل أو الغمزة بين يالو والنادل اللي كانوا قلقانين منه. المهم، العائلة قررت ما تنزل من السفينة ذيك الليلة. إيمي سهرت مع أخوها براد ورجعوا الكابينة متأخر حوالي 3 الفجر. وبعدين؟ براد نام وإيمي قالت بتقعد تقرأ شوي في الشرفة. لوحدها في الشرفة الفجر؟ وهنا تبدأ اللحظات الحاسمة. بين 5 و15 و35 الفجر أبوها شافها في الشرفة نايمة أو تقرأ، تركها. بعدها بدقائق بين 35 و45 أخوها براد صحي، ما لقاها لا في السرير ولا في الشرفة. افترض إنها راحت لمكان تاني. بالضبط، افترض إنها مع أبوها أو راحت تفطر ورجع نام. حوالي الساعة 6 صباحاً الأب صحي مرة تانية ولقى الشرفة فاضية. واختفت إيمي. اختفت، وكل أغراضها الأساسية، جزماتها، كتبها، هويتها موجودة في الكابينة. الشيء الوحيد اللي كان ناقص هو علبة سجاير وولاعة كانت معاها في الشرفة. تركك لكل شيء وراها، خصوصاً الهوية والفلوس. يستبعد تماماً إنها راحت بمزاقها. هذا يدل على إن شيء مفاجئ حصل لها. العائلة بلغت طاقم السفينة حوالي 7 الصبح، بس حسوا إن الاستجابة كانت بطيئة ومش جدية. وهذا خطير جداً في حالات الاختفاء. توسلوا لهم يأخروا نزول الركاب في ميناء كوراساو اللي كانوا بيوصلوه ويفتشوا السفينة فوراً، خوفاً إنها تكون اتخطفت وبيحاولوا يهربوها. وافقوا. للأسف حسب رواية العائلة طلبهم اترفض أو اتأخر، وسمحوا للركاب بالنزول. والمريب أكثر إن يالو عازف الفرقة راح لأخوها براد قبل ما يعلنوا رسمياً عن فقدان إيمي، وقال له إنه يأمل يلاقوها. كيف عرف إنها مفقودة قبل الإعلان الرسمي؟ هذا يثير شكوك كبيرة حوله. تأخير البحث والسماح للناس بالنزول ضيع فرصة العثور على أدلة أو منع هروب محتمل. البحث الرسمي تم لاحقاً، بس العائلة شكت في دقته، وفي النهاية خيروهم بين البقاء على السفينة أو النزول في كوراساو للبحث بأنفسهم. واختاروا ينزلوا طبعاً. اختاروا النزول، والسفينة كملت رحلتها. FBI يتدخل بعدين، بس يمكن كان الوقت فات. معضلة الاختصاص القضائي والمسؤولية في المياه الدولية تخلي الأمور أصعب. تم استبعاد نظريات السقوط العرضي أو الانتحار أو الاختفاء الطوعي. النظرية الأقوى عند العائلة ودعمتها مشاهدات لاحقة هي الاختطاف والاتجار بالبشر. بالنظر للظروف، الاهتمام المريب من الطاقم، اختفاؤها بدون أغراضها، نظرية الفعل الإجرامي تبدو منطقية، بس إثباتها هو التحدي. وظهرت على مر السنين مشاهدات محتملة لإيمي. ناس قالوا شافوها مع يالو صباح الاختفاء. سواق تاكسي في كوراساو قال شاف واحدة تشبهها تطلب مساعدة ورجال أخدوها. سائحين كنديين شافوا واحدة تشبهها تماماً بنفس الوشوم المميزة حقتها على شاطئ في كوراساو وكانت خايفة. المشاهدات اللي فيها تفاصيل دقيقة زي الوشوم أو ذكر الاسم تكون مهمة. هذه المشاهدات المبكرة في كوراساو تدعم فرضية إنها أخذت من السفينة. والأكثر إثارة للقلق كانت شهادات جت بعدين. بحار أمريكي في 1999 قال قابل واحدة في بيت دعارة بكوراساو قالت إنها إيمي برادلي ومحتجزة غصباً عنها. يا لطيف. وفي 2005 وصلت للعائلة صور لوحدة تشبهها جداً من موقع إباحي، شكلها تعبان أو مخدر. وبنفس السنة شاهدة قالت شافتها في محل ببربادوس مع رجال هددوها، وقالت الشاهدة إن البنت قالت اسمي إيمي وأنا من فيرجينيا. هذه المشاهدات المتأخرة إذا كانت صحيحة ترسم صورة مرعبة وتدعم نظرية الاتجار بالبشر بقوة، بس التحقق منها بعد كل هالسنين صعب جداً. لكنها بالنسبة للعائلة تشكل نمط واضح. جهود العائلة ما وقفت، محققين خاصين، حملات إعلامية، مكافآت كبيرة، بس بدون نتيجة حاسمة. حتى قضاياهم ضد شركة الرحلات فشلت.
إيمي لا تزال مفقودة رسمياً وقضيتها مفتوحة عند ال FBI. قصة مؤلمة جداً وتوضح إصرار العائلة المذهل في البحث عن الحقيقة. الله يعينهم. إيمي لو كانت حية بتكون الآن في الخمسينات من عمرها. ننتقل الآن لفلوريدا 2006 وقضية اختفاء ثالثة لشابة جينيفر كيسي. اللغز هنا مرتبط بشخص مجهول صورته الكاميرات وهو يوقف سيارتها. جينيفر كانت 24 سنة، ناجحة بعملها، قريبة من أهلها وحريصة جداً على سلامتها، وكانت دوبها ساكنة في شقة بمجمع سكني مصور، بس المجمع كان تحت الإنشاء. وهذه نقطة مهمة، وجود عمال غرباء باستمرار. بالضبط. اختفاء شخص منظم وحريص زيها من مكان المفروض آمن يثير القلق فوراً. جينيفر اختفت صباح الثلاثاء 24 يناير 2006. كانت لسه راجعة من رحلة وكلمت أهلها وصديقة بالليل. كل شيء كان طبيعي. الصباح ما راحت الشغل. وهذا مش من عادتها أبداً. أبداً. تليفونها كان مخفل. أهلها راحوا شقتها، فتحوها بمساعدة الإدارة. لقوا الشقة عادية، ما فيها علامات صراع، بس فوضى يومية بسيطة. وهي ما كانت موجودة؟ لا، والأهم شنطتها، مفاتيحها، تليفونها، الآيبود حقها كلها مفقودة، والسيارة كمان مفقودة. حالة الشقة واختفاء أغراضها الأساسية والسيارة توحي إن اللي حصل لها كان بعد ما طلعت من الشقة، يمكن وهي رايحة الشغل. الشرطة في البداية ترددت تعتبرها قضية خطيرة، بس الأهل أصروا وذكروا مخاوف جينيفر من بعض عمال البناء في المجمع. وهذه المخاوف لازم تؤخذ بجدية. ممكن تكون لاحظت شيء أو حست بخطر. بعد يومين، يوم 26 يناير، لقوا سيارة جينيفر وين؟ متروكة في موقف سيارات مجمع سكني ثاني يبعد حوالي 1.5 ميل عن مجمعها، بمنطقة ما تروح لها عادة. السيارة ما كان عليها علامات اقتحام، يعني انفتحت بالمفتاح. والمفتاح كان معها لما اختفت؟ صحيح. والأكثر إثارة للقلق، الفحص الجنائي كشف إن الأدلة قليلة جدا، كأن السيارة تنظفت بعناية. هذا مؤشر قوي إن شخص تاني هو اللي نقل السيارة ونظفها عمداً عشان يخفي الآثار، وشخص مع المفتاح. وهنا يجي الدليل المحير والمحبط في القضية. كاميرات المراقبة في المجمع اللي لاقوا فيه السيارة صورت الشخص اللي وقف هناك. صوروا؟ قدروا يتعرفوا عليه؟ للأسف لا. الفيديو صور الشخص وهو يوقف السيارة بهدوء حوالي الساعة 12 الظهر يوم اختفاء جينيفر، ينتظر ثواني، بعدين يطلع ويمشي بهدوء وثقة. طيب وين المشكلة؟ المشكلة أن وجه الشخص في اللقطات الحاسمة كان محجوب تماماً بأعمدة السياج حق الموقف. كل محاولات تحسين الصورة حتى من ناسا فشلت. يا الله، الدليل قدامهم بس مش واضح، يعني معرفوش أي حاجة عنه؟ بس إنه ذكر قصير القامة نسبياً ولابس ملابس فاتحة أو بيضة. سموه الشخص محل الاهتمام أو الشبح. هذا الفيديو هو قلب اللغز. عندك دليل بصري مباشر على شخص متورط، بس هويته مجهولة تماماً بسبب سوء حظ بزاوية الكاميرا. هدوء الشخص هذا غريب. والتحقيق واجه صعوبات زيادة. مجمع جينيفر السكني ما كان فيه كاميرات شغالة وقتها، والشقة نفسها يمكن تلوثت بدخول ناس كثير قبل ما تأمنها الشرطة. غياب الكاميرات فجوة كبيرة، وتلوث مسرح الجريمة يزيد الصعوبة. الشكوك رجعت للعمال، خصوصاً بعد شهادات ثانية من سكان عن تحرش أو دخول غير مصرح للشقق، وانكشف إن في مفتاح رئيسي للمجمع انسرق قبل شهر من اختفاء جينيفر. هذا يفتح احتمال أن الجاني استخدم المفتاح. حققوا مع بعض العمال، منهم عامل صيانة سابق تعرفت عليه شاهدة من الفيديو بس بشكل غير مؤكد، نفى تورطه ونجح في اختبار كشف الكذب. نظرية تورط عامل أو شخص يعرف المجمع تظل قوية ومنطقية، بس بدون دليل مادي مباشر أو اعتراف تبقى مجرد احتمال. العلاقة بين أهل جينيفر والشرطة ساءت مع الوقت، حسوا إنه التحقيق ما كان جاد كفاية، وبعد معركة قانونية أخذوا ملفات القضية الضخمة في 2019 ولقوا فيها شيء جديد؟ ادعوا إنها تظهر فجوات بالتحقيق وملاحظات ما تم متابعتها، زي علامات صراع محتملة على غطاء محرك السيارة في صور قديمة ما انتبهوا لها الشرطة. هذا يوضح الإحباط اللي تعيشه العائلات لما القضايا تطول بدون حل. قضية جينيفر كيسي لا تزال بدون حل. البحث عن الشبح اللي في الفيديو هو الأمل الأكبر. قصة محزنة، كيف ممكن شخص يختفي ببساطة ويترك وراها لغز بصري محير؟
قضية محبطة فعلا، لأن الدليل البصري يبدو قريب جدا من الحل ولكنه بعيد المنال. الشبح هو المفتاح، بس العثور عليه بعد كل هالسنين الشبه مستحيل بدون خيط جديد. نوصل الآن لقضيتنا الرابعة والأخيرة، قضية ما حيرت المحققين بس، بل أرعبت أمريكا كلها وغيرت طريقة تعاملنا مع المنتجات اليومية للأبد. جرائم قتل تايلينول في شيكاغو 1982. وقتها تايلينول كان مسكن الآلام الأول في أمريكا، الناس تثق فيه ثقة عمياء، بس المشكلة إن عبواته كانت بسيطة جدا، غطاء وقطنة بدون أي أختام أمان. هذه الثقة مع ضعف التغليف هي اللي فتحت الباب للكارثة. مين كان يتخيل إن دواء آمن ممكن يتحول لسم قاتل؟ أبداً. المأساة بدأت تتكشف بسرعة وبشكل عشوائي ومروع. يوم الأربعاء 29 سبتمبر 1982 طفلة اسمها ماري كيلرمان 12 سنة أخذت كبسولة تايلينول لزكام خفيف، انهارت وماتت. بنفس اليوم آدم جانز 27 سنة أخذ تايلينول لألم بسيط، انهار ومات. وبعدين الكارثة الأكبر في عائلة جانز. بشكل لا يصدق، أخوه ستانلي وزوجته تيريزا كانوا في بيت آدم عشان يعزوا، حسوا بصداع فأخذوا تايلينول من نفس علبة آدم، انهاروا هم الاثنين وماتوا بعدها بفترة بسيطة. شيء فظيع، مأساة فوق مأساة. 4 وفيات في يومين بنفس الطريقة تقريبا. هذا اللي ضاق ناقوس الخطر. والوفيات استمرت. ماري راينر أم لسه والدة، ماري ماكفارلاند موظفة، بولا برينس مضيفة طيران. 7 أشخاص ماتوا خلال أيام قليلة. وكلهم أخذوا تايلينول إكسترا سترينث اشتروه من متاجر مختلفة في منطقة شيكاغو. اتساع النطاق هذا أكد إنها مش مشكلة في علبة واحدة، هذا هجوم متعمد يستهدف المنتج نفسه. وبفضل يقظة بعض المسعفين والأطباء الشرعيين ربطوا بسرعة بين الوفيات والتايلينول. ولما فحصوا الكبسولات من علب الضحايا اكتشفوا الحقيقة المرعبة. السيانيد. بالضبط، الكبسولات كانت مفتوحة ومعبأة بسيانيد البوتاسيوم، سم فتاك جدا، والجرعات كانت هائلة تكفي لقتل آلاف الناس في كل كبسولة. اكتشاف السيانيد أكد أسوأ المخاوف. طريقة العمل نفسها، تصميم منتج استهلاكي موثوق، كانت شيطانية. السؤال كان كيف حصل كده؟ التحقيقات بيّنت إنه العلب الملوثة جت من دفعات إنتاج مختلفة ومن مصانع مختلفة. يعني التلوث ما حصل في المصنع. تماماً. الاستنتاج الوحيد كان إنه التلاعب حصل هون في شيكاغو على مستوى المحلات التجارية نفسها. التلاعب على الرف. تماماً. النظرية الأقوى إنه شخص دخل عدة محلات، اشترى علب تايلينول، أخذها لمكان تاني، عبى بعض الكبسولات بالسيانيد، ورجع العلب الملوثة بهدوء للرفوف عشان يشتريها ناس أبرياء. وهذه الطريقة كانت ممكنة بسبب ضعف التغليف وقتها، ما كان في أي ختام أمان، فكان سهل فتح العلبة والعبث فيها وإغلاقها بدون ما أحد يلاحظ. الجاني استغل هذه الثغرة ببراعة مرعبة. أول ما تأكد الخطر أطلقوا تحذير عام ضخم وغير مسبوق، سيارات شرطة بمكبرات صوت، تلفزيون، راديو، زيارات للبيوت، الكل يحذر الناس يوقفوا استخدام تايلينول فوراً. ساد ذعر حقيقي. المستشفيات ومراكز السموم غرقت بالمكالمات. كان تهديد غير مرئي موجود في كل بيت تقريباً. شكلوا فريق تحقيق ضخم. شركة جونسون أند جونسون المصنعة للتايلينول تعاونت بشكل كامل، بس التحقيق كان صعب جدا. ليش؟ ما لقوا أي بصمات على العلب أو الكبسولات الملوثة. الجاني كان حذر جدا، يمكن لابس قفازات. تحليل السيانات ما وصلهم لمصدر معين، والضحايا والمحلات كانوا عشوائيين، فما كان في دافع أو نمط واضح. جريمة قتل جماعي بدون دافع، بدون شهود، بدون أدلة جنائية تقليدية. البحث عن الجاني كان زي البحث عن إبرة في كومة قش. بعد حوالي أسبوع وصلت رسالة ابتزاز لجونسون أند جونسون. الكاتب أعلن مسؤوليته وطالب $1,000,000 عشان يوقف القتل، وحدد حساب بنكي. وهذا كان أول خيط حقيقي. تتبعوا الحساب ووصلوا لرجل اسمه جيمس لويس، كان له ماضي مضطرب، وغادر شيكاغو قبل الجرائم بفترة بسيطة، صار هو المشتبه بها الرئيسي. وقبضوا عليه. قبضوا عليه بعد مطاردة. اعترف إنه كتب رسالة الابتزاز، بس قال دافعه كان انتقام شخصي من جهة عمل سابقة لزوجته، وحب يورط رئيسها، واستغل مأساة تايلينول.
ونفى إنه هو اللي صمم الكبسولات؟ نفى بشدة، وما قدروا يلاقوا أي دليل مادي يربطه بالسيانيد أو يثبت إنه كان في شيكاغو وقت الجرائم. وهنا المعضلة، هل هو العقل المدبر الذكي اللي خطط ونفذ وكان حذر كفاية ما يترك أثر؟ ولا مجرد شخص انتهازي استغل المأساة؟ لويس أودين بتهمة الابتزاز الفيدرالي وانسجن حوالي 13 سنة، ورغم الشكوك القوية حوله وتاريخه اللي شمل اتهامات سابقة وكتب عن السموم في بيته، ما توجهت له تهمة القتل أبداً في قضية تايلينول. وظل ينكر لآخر يوم. ظل ينكر أنه القاتل حتى وفاته لأسباب طبيعية في يوليو 2023. ال FBI حققوا معاه كذا مرة على مر السنين بس بدون نتيجة. وفاته كفلت الباب على احتمال اعترافه وترك الدور للغز للأبد. غياب الدليل المادي القاطع منع العدالة. بس قضية تايلينول كان لها إرث كبير وملموس. أولاً، استجابة شركة جونسون أند جونسون كانت مثالية. صحيح، حطوا سلامة المستهلك أولاً. سحبوا 31 مليون علبة بتكلفة ضخمة وكانوا شفافين جداً، وهذا ساعدهم يستعيدوا ثقة الناس بعدين. والأهم إن هذه المأساة سببت ثورة في تغليف المنتجات، خصوصاً الأدوية. ظهرت العبوات المقاومة للتلاعب Tamper Evident Packaging، الأغطية المحكمة، الأغلفة البلاستيكية، السدادات الداخلية من القصدير، كل هيدي الإجراءات اللي نشوفها اليوم عادية ما كانت موجودة قبل 1982. وصارت معيار صناعي وقانوني إلزامي في كثير من الدول بسبب قوانين جديدة اتسنت كرد فعل مباشر على جرائم تايلينول. هذا هو الإرث الأهم والأكثر ديمومة للقضية. حياتنا اليوم صارت أكثر أمانة بشكل مباشر بسبب الدروس اللي تعلمناها من هيدي المأساة. وهكذا تبقى جرائم قتل تايلينول رغم تأثيرها الضخم قضية بدون حل رسميا، تذكير دائم بأن الشر ممكن يأخذ أشكال غير متوقعة. هذه القضايا الأربعة اللي تكلمنا عنها، إنفستور، أميلين برادلي، جينيفر كيسي وتايلينول، كلها تشترك في خيوط مؤلمة. الغموض المستمر، ألم العائلات اللي ما ينتهي، والتحديات الهائلة اللي واجهت التحقيقات. تبين لنا حدود العلم والأدلة أحياناً في مواجهة الدهاء البشري أو مجرد ظروف مؤسفة تمنع كشف الحقيقة. صحيح، وتظل عالقة في الذاكرة لأنها تتحدى رغبتنا في النظام والعدالة والنهايات الواضحة. تذكرنا بأن العالم مش دائماً مكاناً منطقياً أو مفهوماً بالكامل. فعلاً، هي قصص تجبرنا نفكر في هشاشة الحياة وفي الثقة التي نضعها في الأماكن والأشخاص والمنتجات حولنا. والسؤال يبقى، هل ممكن فعلاً نحل كل جريمة؟ ولا فيه دايماً احتمال لوجود جرائم مثالية أو ألغاز تبقى عصية على الفهم؟ سؤال صعب. نظرياً كل جريمة تترك أثر، لكن عملياً الأثر هذا ممكن يكون دقيق جداً أو يتدمر أو يقود لطريق مسدود. هذه القضايا تظل تذكرنا بهذا الواقع المعقد. نشكركم على الانضمام لنا في هذا الاستكشاف العميق لهذه القضايا المحيرة. نتمنى أن الرحلة هذه أضافت لفهمكم لهذه الألغاز التي لا تزال تنتظر فصولها الأخيرة.